رجعنا لحضراتكم مع اولى فقراتنا النهارده في ملف السينما التسجيليه، او الاسم اللي انا بحب ان انا اسميها بيه وهي سينما الافكار. بيشرفني في الفقره دي الحقيقه استاذتي الاستاذه الدكتوره عزه عزت، استاذ الاعلام والباحثه في الشان السياسي المصري. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك. الناقد الدكتور ياقوت الديب، الناقد السينمائي. اهلا بيك يا دكتور. صباح الخير. اهلا بحضراتكم. بنتكلم النهارده عن السينما التسجيليه، مشاكلها. بس خلونا قبل ما نتكلم عن مشاكل السينما التسجيليه واهميتها، المفروض ان انا هبدا بالدكتوره عزه عزت عشان البروتوكول بيقول كده، بس انا احب اخد تعريف للسينما التسجيليه، بس هناخده من الدكتور ياقوت. طبعا دكتور ياقوت، التعريف الامثل للسينما الوثائقيه، يعني عايز اعرف تعريف شامل ليها. نعم، لا هو الحقيقه طبعا التعريف اللي انا بتحمس له زي ما حضرتك متحمسه لتعريف معين، انا بتحمس لتعريف اسمه سينما الحقيقه. وهي طبعا السينما هي لا تكذب ولا تتجمل، ان هي بتنقل الواقع كما هو، بتنقل الصوره كما فيش فيها تمثيل، طبعا مفيش فيها اداء عنصر تمثيلي، فهي السينما اللي بتعكس الحقيقه طبعا بشكل فني، مش على عبالها، لكن بيبقى فيه معالجه لهذا الواقع على حقيقته، لكن بيبقى فيه معالجه وجهه نظر بتبقى فيها الراي وفيها الرؤيه وفيها، فهي اجمالا المصطلح اللي اتحمس له هي السينما الحقيقه. طب هو فكرة ان انا عندما اجمل الشيء، يعني انا لما اجي اعمل بحث انا بكتب ان انا في اليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني مشيت في الشارع الفلاني، كله اسماء محددة وتواريخ محددة وكل حاجة فيها تحديد لان هي وثيقة. هل السينما التسجيلية تستطيع ان تكون وثيقة ان انا اقدر اطالب بها بحقوق، اتحدث بها عن قضايا مثلا دولية؟ دكتور عزة، في تصوري انه في امور كتير جدا السينما التسجيليه قامت بدور فاعل ومهم جدا فيها وكانت بتعتبر وثيقه. يعني لو جينا نشوف افلام الرواد زي مثلا الاستاذ حسن التلمساني لما كان هو اول واحد دخل مدينه بورسعيد ووثق سنه 56 للخراب اللي حصل، اعتبرت وثيقه. لما بعد 67 في افتكر برضو الاخوان التلمساني عملوا فيلم اسمه اشهد يا عالم او حاجه مش فاكره اسمه، لكن كان بيوثق اسمه ايه؟ اشهد العالم. حاجه كده بيوثق لما حدث من خراب بعد 67 في مصر وسوريا والاردن، وكان وثيقه بالنسبه للعالم كله قدرنا نكسب بيه، لانه ميزه السينما الوثائقيه انها بتسجل لحظه، بتسجل حقيقه، بتسجل حياه. انا حتى يعني الدكتور طبعا متخصص اكتر مني في السينما التسجيليه، هو بيتبنى فكره انها سينما الحقيقه، انا بشوفها سينما الحياه بكل اشكالها، بما فيها حقيقه وظلم وعدل وبكل حاجه. فطبعا لا، السينما التسجيليه لها اهميتها. حتى لو خدتي السينما التسجيليه بمعنى زي جريده مصر الناطقه اللي كانت زمان بنخش السينما نلحق نجري جري بسرعه قبل يعني الاستراحه عشان نشوف الميكي ماوس، وده بقى افيلابل دلوقتي متوفر خلاص، ما حدش بيجري عشانه. لكن كنا بنشوف حاجه اسمها جريده مصر الناطقه، واعتقد المركز القومي للسينما محتفظ بكل ده، وتعتبر مش بس حتى في حقبه الستينيات وعبد الناصر كانت ما قبل ذلك برضو بتوثق لاحداث كتير سياسيه واجتماعيه، ويعني شيء في منتهى الاهميه. السينما التسجيليه دكتور ياقوت، السينما التسجيليه، هل السينما التسجيليه معنيه بمجموعه قضايا ربما لم تستطع السينما الروائيه ان هي تعبر عنها؟ هل هي ليها اشكال معينه تقدر تتكلم عنها؟ السينما الروائيه الطويله ما تقدرش تتكلم عنها. ايه هي الاليات اللي بتحكم السينما التسجيليه او الوثائقيه؟ يعني هو النمرة واحد الآلية الأولى الأساس اللي هي بتعكس الحقيقة. هو الحقيقة لما نقول سينما الحقيقة مش المقصود السينما تعكس الحقيقة أو غير الحقيقة، لا، هي السينما اللي بتنقل بشكل حقيقي بغض النظر بتنقل ايه. الحقيقه في طبعا يعني ما زال في التباس في بعض المفاهيم بين ما يسمى بالسينما الوثائقيه والسينما التسجيليه. والحقيقه في يعني فرق بسيط جدا. السينما الوثائقيه ان انا بوثق لحدث تاريخي،
يعني بعتبره مستند عندي، دوكيومنتري يعني. السينما التسجيليه بسجل حاله من الحالات، ما هياش تاريخيه، يعني ممكن بسجل زي ما هنشوف الافلام بتاعه الرواد العظام، مثلا فيلم هاشم النحاس نيل ارزاق، يعني هو بيتكلم طبعا عن اسره فقيره كل بيتها هو النيل، فده تسجيلي بمعنى بيسجل لواقع معاش. لكن لما اقول بيشتغل على الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي المعاش اللي هو مش تاريخي. لكن لما اخش في حته التاريخ وبوثق لحدث معين، فهنا بطلق عليها السينما الوثائقيه. دي بدايه. الحقيقه معاشه السينما طبعا التسجيليه لقضايا المجتمع، اعتقد عندي قناعه تامه ان السينما الحقيقه التسجيليه سباقه تماما على السينما الروائيه الطويله في توثيق هذه او تسجيل هذه الاحداث وتوثيق بعض يعني المناظر التاريخيه وكده. فالمستند الشيء الاساسي، الدعامه الاساسيه في هذا النوع من السينما هو الحقيقه، ان هي بتنقل شيء احنا عايشينه على مستوى الواقع. فدي نمره واحد. نمره اتنين طبعا هي طبعا ما فيهاش تمثيل، يعني عنصر التمثيل والاداء مش موجود على الاطلاق. نمره ثلاثه ان هي بتناقش قضيه حياتيه، مشكله اجتماعيه فعلا تكون سواء آنية أو قديمة، لكن هي مشكلة موجودة في المجتمع بتحاول بتطرحها. أنا مش هقول بتجيب حلول، السينما ما بتجيبش حلول، السينما هي يعني بتلقي بالضوء على المشكلة، على الصراع المصري، وعليك إن أنت وعلينا إن أنا وأنت وكلنا نستقبله بالشكل اللي إحنا عاوزينه، وبالتالي نبحث إحنا عن الحل. فالسينما من الحقيقة ما بتقدمش، ودي السينما اللي ما يسمى بالسينما الإيجابية أو التلقي الإيجابي، إن أنا بشارك جوه الفيلم، اخش اشوف يعني ايه الحل. يعني ايران لفتره طويله جدا اغلقت الباب على نفسها، او احنا ما كانش عندنا احتكاك لا ثقافي ولا فني بالمجتمع الايراني، ما كناش نعرف عنه حاجه. فجاه بقى في سينما، حتى لو كانت السينما الايرانيه برعت في سنوات قليله جدا وقدرت توصل للمحافل العالميه، واستطاعت ان هي تعبر عن حال المجتمع الايراني بشكل او باخر، وبدا العالم كله يعرف المجتمع الايراني عايش ازاي. هل استطاعت السينما التسجيليه في مصر او في المنطقه العربيه انها ترصد او تعبر عن حجم المشاكل اللي بيعيشها المجتمع المصري، سواء من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه الثقافيه، من الناحيه الفنيه؟ من حيث الانتاج الحقيقه السينما التسجيليه قامت بدور في مصر بالذات رائع. ما فيش فكره ممكن تخطر في بالك مش هتلاقي عنها فيلم تسجيلي، سواء ناس هواة او ناس فعلا. المركز القومي للسينما لما كان مدعوم بميزانيات كويسه، وكان على فكره في مخرجين ومصورين على مستوى عالي، اللي هم بعد كده بعضهم ما اعرفش يأسا او ايه او طموحا انه بدأ يترك المجال التسجيلي على اساس انه مش واخد حقه، هو مبدع حقيقي. لانه برضو السينما التسجيليه رغم انها سينما واقع وحقيقه، لكنها برضو بتبقى مبنيه على فكره وعلى وجهه نظر، وهو بيعيد تركيب تفكيك وتركيب الواقع ده بشكل او باخر. ما فيهاش افتعال، ما فيهاش تمثيل، لكن فيها وجهه نظر ممكن تقوم بدور توعوي. يعني هتلاقي حتى في وزارات عندها وعي بالمساله دي، كان بتكلف المخرجين التسجيليين انه مثلا حاجات في الزراعه، في السياحه، كل دي شكل من اشكال السينما. حتى يعني في فيلم انا يمكن بيعجبني قوي، اكتر فيلم تسجيلي بالنسبه لي مبهر ودلوقتي وقته رغم ان هو معمول من سنين، فيلم اسمه ينابيع الشمس. كان افتكر مخرج كندي جون فيني، وكان الاستاذ حسن التلمساني هو اللي عامل التصوير، وبيصور واقع الحياه على النيل من اول فيكتوريا، من اول منابع النيل لحد المصب. وما كانش فيلم قصير، لان السمه العامه للسينما التسجيليه يعني انها افلام قصيره، بس لا ده كان فيلم طويل. تعالي دلوقتي لو انتوا بتشرحوا بقى سد النهضه ومش سد النهضه والمشاكل والنيل ومنابعه ومصبه والكلام ده، اللي يشوف الفيلم ده ممكن بناء عليه يبقى التوعية بأبعاد القضية أفضل، يعني على المستوى الجغرافي حتى، مش سياسي صحيح. ولا وثيقة تاريخية ولا أي حاجة، لكن حتى يفسر لبعض الاجتماعيين ليه النيل، ما هو النيل ماشي من منبعه المصب، وليه الحضارة قامت على ضفاف النيل في مصر تحديدا. هل الجغرافيا السبب؟ الأرض المنبسطة السبب؟ الإنسان على ضفاف النيل هنا؟ يعني فيلم وثائقي